دول، وهو الراجل الحقيقه كان طلبني وكان طلب مداخله، وبالتالي هو حق مكفول للكل انه يقول وجهه نظره ويقول رايه. خليني اتحاور معاه واتناقش معاه. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا كابتن احمد. اهلا بيك. هترك لك المجال الاول عشان تتكلم وعشان توضح، وبعد كده اسمح لي ان انا اتحاور معاك يا فندم. ماشي، تحت امرك. اتفضل يا استاذ. حضرتك دلوقتي انا مشرف امن النادي بالنادي المصري، واخد بال حضرتك، وشغلتي يعني الجهاز الفني واللاعبين، والحمد لله رب العالمين. اسال عني لعيبه النادي المصري كلهم اللي موجودين حاليا واللي مشهم، والمدربين اللي موجودين واللي مشهم، انا سلوكي ايه وشغلي ايه وبعمل ايه. نعم. دي اول حاجه حضرتك. ثاني حاجه حضرتك، انا اول واحد راح النيابه واتحقق معاه. كويس. انا رحت من تلقاء نفسي النيابه العامه، كانت في الاستاد ثاني يوم، وقلت لهم انا اسمي كذا كذا وانا شغال في النادي ووظيفتي كذا وعايز اشهد باللي انا شفته. رحت حضرتك قالوا اتصلوا بالمحامي العام، فرحت له بتاع بورسعيد، خبطت المكتب وقلت للسكرتاريه ودخلت له وسلمت على الراجل وقلت له وضع كذا كذا. استدعى وكيل النيابه وحقق معايا اول مره. كل الاحداث اللي حصلت حضرتك قلتها، والاحداث اللي انا شفتها قلتها. تاني مره النيابه اتصلت بيا برضه في بورسعيد حضرتك. كويس. رحت برضه نفس الطريقه، الاقوال بتاعتي كلها حضرتك قلتها بمرضي الله واللي انت شفته بمرضي الله. تمام يا فندم. حضرتك انا ليا اصدقاء من النمسا بيقولوا لي كل سنه مرتين ثلاثه، فانا كان ميعادهم قرب اللي هو بعد 10 ايام. فحضرتك قلت لوكيل النيابه في بورسعيد انا جاي لي ضيوف، انا مسافر الغردقه، حضرتك لو انت محتاجني تاني يعني انت اللي قلت له على مكانك وان انت طالع في الحته الفلانيه معاك اصدقاء. كويس. حضرتك ده في المره الثانيه، في النيابه في بورسعيد. كويس. فحضرتك بعدها بفتره محسن بشيتا ربنا يفك حبسه يا رب، اتصل بيا قال لي محتاجينك في نيابه الاسماعيليه. قلت له حاضر، ورحت معاه حضرتك نيابه الاسماعيليه. دخلت استجوبوني من الساعه 6 اخر النهار في الرينج دوت لغايه الساعه 5:30 الفجر. حضرتك انا اول ما دخلت انا عايز اعرف انا متهم ولا جاي شاهد، عشان في ناس كتير بتنزل الملعب حضرتك من ساعه الثوره، من بعد الثوره حضرتك كنت عارف الانفلات الامني عامل صحيح. ففي ناس بتنزل من روابط، كل رابطه بتنزل ثلاث اشخاص يقفوا قدامهم، حد ينزل، حد يشتم، حد يشتغل بالليزر، دول بيمنعوا لهم كلمه عليهم. تمام. ودول حضرتك من اول الثوره والناس دي متواجده معانا في الملعب. نعم. واخد بالك؟ سواء احنا ما بننزلش حد، الناس دي اصلا هي تنزل، يعني نازله تحمي النادي وتحمي جمهورها. كويس. شغف من حد ينزل الكلام اللي بيحصل ده. كويس. حضرتك كل الناس دي حطاني شاهد. الناس اللي كانت واقفه معايا بتساعدني في الماتش حطاني شاهد ان الناس دي كانت بتساعد. فالكل يجي يقول لي، اقول له لا انت تروح النيابه تقول لهم يستدعوا النيابه، استدعتني رسمي هروح، انما ما ينفعش انا من تلقاء نفسي اروح اقول انا لا شفت ولا عملت. كويس. بس استدعيني انا هروح. كويس. حضرتك انا قلت يبقى انا رايح اسماعيليه عشان الشهاده. كل حضرتك الكلام اول ما دخلت حضرتك اللي انا متباع، اللي انا يعني الناس شاهد عليا، الناس فالمهم ذكر لي شويه اسماء متهمين، قلت له لا علاقتي بيهم كويسه وكذا كذا كذا. كويس. واخد بالك؟ فجيت ابص انت عملت، قلت يعني كل محور برضه كابتن احمد بكل امانه وشفافيه، اقسم بالله العلي العظيم كل كلمه بقولها لحضرتك. نعم. كل الحوار لازم اقول ان محسن شيتا هو اللي جاب العيال ده ومنزلها. من الاخر بس ازاي اقول اتكلم حاجه زي دي ما حصلتش؟ ما ينفع يعني، بما يرضي الله اتقال وخلاص. نعم. يعني حضرتك انا قلت له في الاقوال بتاعتي الناس اللي اي بني ادم طلع مدرج النادي الاهلي يقطعوا رقبته ويشنقوه، واللي مظلوم يروح بيتهم. يعني ده لازم القصاص، ما فيش القصاص ده امر يعني لا مفر منه. تمام. لازم احنا عايزين القصاص عشان نرتاح، عشان نعرف راسنا من رجلينا. واخد بال حضرتك؟ واللي غلط يتعاقب. تمام. واللي ما عملش حاجه يروح. ده حتى نفس الاقوال بتاعتي كده. برضه لازم اتكلم ان محسن شيتا عمل. محسن شيتا ازاي يا كابتن احمد انا اقول حاجه زي دي ازاي ما حصلتش؟ افترى على الله، ما افترى على الله كذب. انا عندي 5 عيال، افترى على ربنا اله. نعم. واخد بال حضرتك؟ المهم المفروض بقى انا كده بقيت متهم. يعني الكلام ده عرفته لما سالت المحامي في بورسعيد على الحاجات اللي حصلت معايا. نعم. خلى اللي هو الكاتب اللي جنبه طلع بره ورجع بكارنيه في ايده. قام كتب بالقلم الاحمر على الورق اللي هو بيحقق معايا فيه، وقام اجى الراجل خبط على الباب اسمه السيد، ده طلع محامي من انطره اسمه السيد. اخذ الكارنيه بتاعه على اساس ياخد بياناته ويمشي. انا الحق بقى متهم محامي، يعني عايز محامي يحضر معايا عشان اقوالي، انا مش عارف ايه بالظبط. دي اللي حصل معايا في النيابه بتاعت اسماعيليه. اخد بقى حضرتك؟ وبرضه اديته خبر، قلت له حضرتك انا مسافر الغردقه عشان جاي لي ضيوف وجاي لي كذا كذا كذا، وقام مضاني على تعهد في حاله طلبي اروح النيابه. تمام. واخد بالك؟ يوم الخميس حضرتك
قبل ما اسافر بيوم، انا مسافر يوم الجمعه. حضرتك قبل ما اسافر بيوم اتصل بيا الساعه 11:30 السيد وكيل النيابه. قال لي يا برنس احنا عايزينك ايه ربع ساعه فين في اسماعيليه، في حبه حاجات كده ايه هنتكلم فيها مع بعض وتروح. قلت له يا فندم بعد اذن حضرتك انت عايز تحقق معايا؟ حقق معايا في بورسعيد. انا راجل بورسعيدي وما عادش انا جاي اسماعيليه يتحقق معايا في اسماعيليه، لا تحقق معايا بقول لك باللي حصل بالظبط. نعم. لا تحقق معايا في مكتب الامم المتحده في مصر. قال لي طب ليه كده؟ قلت له انت ظلمتني وظلمتوني. وبدل ما انا شاهد انت خليتوني متهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وانا هاخد حقي منكم. قام قافل يا راجل السكه. قمت ثاني يوم الجمعه حضرتك قبل ما اسافر رحت السنترال اللي هو جنب المحكمه، بعت تلغراف للسيد وزير العدل بكل اللي انا بحكي لحضرتك ده واللي حصل معايا في النيابه. وسافرت. خد بال حضرتك؟ نعم. افاجئ في التلفزيون يوم ما اتصلت بحضرتك بالليل، انا اتصلت بحضرتك يا كابتن احمد على تليفونك الخاص. نعم وحكيت لك. نعم. حتى انت قلت لي بايه ده اعمله، عايز مساعده اعملها لك دلوقتي، قلت لي يوم الجمعه، قلت لك اطلع معاك يوم الجمعه خلاص. نعم ووفينا بوعدنا يعني. نعم. حصل ولا ما حصلش يا كابتن؟ نعم. اجي افاجئ ان انا راجل متهم وهربان. طب انا هربان من ايه؟ انا عملت ايه عشان اهرب يا كابتن احمد؟ يعني حضرتك الفيديوهات انت كنت مستضيف عادل شكوكو ويوسف من بتاع السويس واسماعيليه، وحضرتك انت تجيب اللقطات. قالوا لك انا البرنس انا عملت انا كنت شغال في النادي بعمل ايه؟ كنت بحمي الناس ازاي؟ انا حضرتك روحت 9 من جمهور النادي الاهلي، انا والكابتن كريم ذكري وايمن سعيد والكابتن عمر شلوف. انا اللي رحت جبت الميكروباص من الموقف وجبت اجره اهليه عشان يسافروا بيه، وهم كانوا سابونا على الكمين بره. انا اللي رحت المستشفيات، مستشفى ال سليمان والزهور مع واحد من الشرقيه اسمه علي من الزقازيق، يا ريت علي ده يكون سمعني دلوقتي. ورحت معاه مستشفى ده صاحبه اسمه اسلام، ورحنا تلاقيناه في مستشفى الزهور واصحابه، وكانوا اكتر من 15 16 واحد. رحت الناس كانت تعبانه ومراهقه، رحت جبت عصارات وجبت لهم حاجه يعني بساعد يعني. طب استاذ محمد او استاذ برنس، عايز اسالك عن الباب اللي مقفول اللي ملحوم ده. البعض قال لي ده ملحوم من زمان لا مش من زمان. لا قول لي. لا حضرتك يوم ماتش الاتحاد والمصري بعض الجماهير اقتحمت المدرج ده، كان في قاعد بتاع 10 15 واحد من بتوع الاتحاد. الباب ده اصلا على 23 يورو، ده شارع عمومي، الباب ده اصلا مش شغال. فلما كسروا الجنزير واللي حضرتك وهم داخلين على المدرج هم لحموه عشان كده، وده ده اللي حصل. هو ملحوم قبل الماتش بيوم بتهيألي. حتى كان في برضه لما اعظم بالتعبير كان في بلاعه في سور المدرج الغربي بين السور والملعب، كانوا برضه الناس تخش من البلاعه دي وكانت تنزل، هتروح هتلاقي البلاعه دي معمول فيها سياخ حديد اتقفلت. حضرتك يعني احنا كنا بنساعد. عمرنا ده احنا كلنا اخوات ومصريين وكلنا واحد. يعني حد من الاسماء اللي انت قلت لي مش هكررها، لان هو اللي قال لي الباب ده مقفول من زمان جدا، والقصه لان الباب ده بيطلع على الشارع العمومي وبالتالي يحصل احتكاك كان مقفول. هو كان مقفول مش مكمل يعني، كان مقفول بس كان مقفول بجنزير وقفل. وقفل. فلما حصل الاقتحام في مباراه الاتحاد غيروه عملوه لحام. ايوه حصل كده. طب استاذ محمد انت طلباتك ايه بالظبط؟ انا طلباتي الحق، انا عايز الحق يا كابتن. انا يا كابتن احمد مع احترامي ليك، انا يعني شوف الناس كلها بتقول لك محاكم عسكريه. انا طالب بعد اذن حضرتك يتحقق معايا في النيابه العسكريه. انا راجل بثق في الجيش. اذا انا بثق في الجيش. انا طالب يتحقق معايا في النيابه العسكريه. انت مش هتروح نيابه الاسماعيليه تاني؟ لا انا مش رايح. انا حضرتك يوم الاحد هروح اسلم نفسي ان شاء الله باذن الله للحاكم العسكري في بورسعيد، وطالب اللي يتحقق معايا في النيابه العسكريه عشان الحق. انا عايز الحق. ويا كابتن احمد بعد اذنك لو سبت لو جزء من 100 اللي انا مدان في اي شيء يعدموني في ميدان التحرير بالرصاص. طيب استاذ محمد مين اللي عمل الجريمه دي؟ بص حضرتك من الاخر ده شغب، والله العظيم شغب جماهيري. اقسم بالله ده شكلها شغب وسلبيه من الامن. يعني صدقني شغب جماهيري يعني وسلبيه من الامن. بعض الجماهير المتعصبه مع امن سلبي واضح. نعم يعني هو ده شغب الحقيقه يتقال. يعني احنا بنتكلم بنقول ده شغب جماهير. وحضرتك برضه فيك نقطه يا كابتن احمد. نعم. يعني المفروض الفضائيات يعني يتقوا الله في مصر، مش في شعب اوروبا، يتقوا الله في مصر كلها. يعني كابتن احمد لو الناس تتكلم بما يرضي الله وتقول اللي حصل وتقول الناس دي ماتت ازاي وكل واحد يفهم ايه اللي حصل، الناس كده مش هتسخن على بعض وهنخسر بعض. يا كابتن احمد احنا هنخسر بعض. مصر كده هتخسر بعض. مصر دلوقتي بتكره بورسعيد بيكرهوا مصر، وبعد كده هنخش على محافظات هنتفتت كده يا كابتن احمد. يرحموا مصر يا كابتن احمد. حرام ده الناس كانت بتقول لك مكتوب على وشهم بالمطاوي بورسعيد ومكتوب على وشهم بالنظام المصري. في جثه حصل فيها كده؟ مفيش حاجه. الكلام ده كله افتراء. الاعلام يا كابتن احمد. الاعلام يا كابتن احمد. الاعلام. طيب استاذ محمد مين اللي طفى النور؟
اللي طفى النور حضرتك الماتش، كل ماتش حضرتك حتى لو يعني قول لي قول لي اللي بتعملوه في استاد المصري او استاد بورسعيد. حضرتك عامة انا النادي المصري والاستاد حضرتك دي حاجة تانية. الاستاد دي اللي هو الباشمهندس توفيق ده كل ماتش يا كابتن احمد، ده كل ماتش كده بعد ربع ساعة تلاقي النور اتطفى اللي هو الزئبق بتاع الكشافات، والنور الاصفر هو اللي بيبقى شغال. ما كل ماتش كده، ما تقول لحضرتك ما المراسلين بتوعك بيبقوا موجودين. طب يعني المرة دي مش النور اتطفى بدري؟ لا لا لا، انا حضرتك كده انا داخل مع اللعيبه بتاعتي والاغنيه شغاله. يعني معنى كده كان الاضاءه التايم بتاعها كان كبير. بس طول عمر الملعب يا استاذ محمد لحد ما الناس تمشي وتروح وتسيب الملعب، بعد كده الاضاءه بتطفي. المره دي الاضاءه اتطفت والماتش شغال يعني، والناس لسه في الملعب كلها يعني. نعم. يعني برضه يعني عشان برضه الواحد يقول اللي يعرفه بمناسبه الله، حضرتك الكشافات الزئبق بتاعت الملعب دي بتقوم طافيه، وفي كشافات صفراء في المقصوره وفي البحري، كشافات كشافات صغيره مش لون نور كبير اللي هو اللون الاصفر، وده بيفضل شغال. وحتى حضرتك يعني اي ماتش برضه المراسلين بيبقوا موجودين وبتوع الكاميرا بيسجلوا في الملعب بيبقوا شايفين الاضاءه دي. نعم. بس انا طالب يعني حق الله، حق الناس اللي ماتت دي لازم يجي بالحق، يجي بالعدل ما يجيش بالظلم، عشان حق الناس الشهداء اللي ماتت ديت. لو اذا ظلم هيبقى نايم مش مرتاح يعني. طيب هيبقى يعني حضرتك بتطالب بمحاكمه لمن اقترف هذا الاسم، ده واحد. نمرة 2 بتطالب لنفسك انت شخصيا بمحاكمه عادله وتفضل ان تكون عسكريه. نمرة 3 بتعلن ان انت هتسلم نفسك يوم الاحد المقبل للحاكم العسكري في بورسعيد، ولن تقبل بغير هذا الامر. بس حضرتك وانا كفايه النهارده حضرتك يعني الحمد لله. بعد اذنك يا كابتن احمد، اتفضل. يعني برضه دي مساعده يعني. اتفضل. بعد اذنك اتصل باي لاعب من النادي المصري المغترب، يعني محمود عبد الحكيم، الكابتن امير، الكابتن مؤمن، الكابتن عبد السلام نجاح، الكابتن هاني سعيد اللي مشى من مصر وفي الزمالك دلوقتي، اتصل بالكابتن طه بصري، الكابتن مختار، قول لهم من البرنس. يعني حضرتك احنا يعني شهاده بعد اذنك على الهواء كده من البرنامج بتاعك المحترم ده من اي لاعب من النادي المصري بعد اذنك. حضرتك رجاء خير. هحاول. حضرتك عايز توضح حاجه ثانيه يا فندم؟ انا اشكرك والف شكر. شكرا جزيلا. ده اللي انا عايز اقوله، ده اللي انا عايز اوضحه يا جماعه، انه